بقى ونعمل أكلة سمك جميلة كده النهاردة. هنعمل صينية، هنعمل السمك الماكريل، هنعمله صينية بس بطريقة جميلة جدا. سمك بالخضار. طبعا احنا عارفين الماكريل الأصلي ده أنضف سمك بالنسبة اللي هو المثلج. يعني الأنواع اللي هي السمك المتلج هي دي أحسن نوع فيه. طبعا هنعمله النهاردة بطريقة حلوة قوي هتعجبكم خالص. انا هقول لكم ازاي تشيلي اي زفارة من السمك. هنعمله بتتبيلة جميلة خالص، هنعمله بالخضار. وعليكم، ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة بألف خير ان شاء الله. هنعمل النهارده اكله مختلفه شويه عن اكلات رمضان. بصراحه يعني الناس برضو بتحب تغير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك. هنعمله صينيه زي ما احنا شايفين. اهم حاجه بس تكوني جايبه السمكه الاصليه من الماكريل. طبعا السمكه دي بتبقى غنيه بالاوميجا 3 طبعا، وبتبقى كمان طعمها جميل خالص، ولحمتها كتير والسفه بتاعها بيبقى قليل خالص، وكمان بتبقى ناعمه كده وسمينه فعلا. يعني احلى نوع من نوعيه الاسماك المتلجه دي، فعلا احلى نوع. انا بصراحه بفضلها لما بجيب سمك متلج، هو النوع الوحيد ده، لان فعلا بتبقى طعمها حلو قوي في الصينيه. هي بتنفع بطرق كتير بس دي افضل طريقة. وبرضو لو فكرت ان انا اعملها مرة بعد كده، هحاول ان انا اصورها لكم وانزلها لكم. بس نجرب بقى الطريقة دي النهاردة. صينية السمك بالخضار، وكان فطارنا ده النهاردة. طبعا هنسمي الله وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. انا جايبة سمك الماكريل، جايبة كيلو وربع. طبعا احنا في رمضان، العدد بتاعنا مش كبير، بس برضو يعني علشان احنا في صيام وكده. يعني 3 سمكات هم اصلا كانوا يعني فعلا يعني كتير علينا. يعني كان العدد بتاعهم 3 سمكات بس كانوا كتير علينا فعلا. طبعا مش بيبقى السمك بس، اكيد في جنبه اكل تاني، وطبعا دي صينية سمك بالخضار، اكيد في حاجات جنبها برضو يعني بتأكل. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، يعني نظافة السمك ده اهم حاجة. طبعا نضفناه وغسلناه كويس وصفناه من المية. طبعا بتنقعيه في مية بملح بليمون، بشوية من الدقيق، علشان يطلع معاكي ما فيهوش اي زفارة، وكمان يعني بيبقى طعمه كويس جدا. ولا في ريحة زفارة ولا اي حاجة خالص. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، طبعا انا خلاص كده غسلت السمك ونضفته وصفيته ونقعته في محلول النقع. وبعد كده صفيته وبدأت ان انا برضو اعصر عليه ليمون، علشان الليمون ده بيحوش اي زفارة برضو. شوية بس كده على ما نعمل الخضار بتاع السمك، وبعد كده خلاص. هو السمك ما بياخدش وقت طويل، مش زي اللحمة ولا الفراخ. اقل وقت بيتبل على طول، مش بياخد وقت طويل. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، انا طبعا عصرت عليه الليمون. حط بقى الكمية اللي انت عايزاها، بس بصراحة كل ما بتزودي الليمون للسمك بيبقى جميل جدا. الخضار بتاعي النهاردة هو عبارة عن بصلاية، بطاطساية واحدة بس، حباية واحدة من البطاطس، راس توم برضو. يعني راس التوم دي مش كتير، علشان هقول لكم يعني ايه سبب ان انا بحب التوم اكتره. هو اساس يعني هقول لكم اساس السمك هو ايه. طبعا معايا البطاطساية زي ما قلت لكم، معايا طماطم، معايا يعني فلفل اللي هو حامي شوية، معايا قرنين 3 كده. بصراحة يعني بيخليه سبايسي وطعمه جميل قوي. والبصلاية برضو ما تجيبيش بصلاية صغيرة، يعني بصلاية متوسطة كده. طبعا بشرت التوم زي ما احنا شايفين، وقطعت الطماطم، قطعت البطاطس. طبعا خلي البطاطس قطع رقيقة مش تخينة ولا كده، علشان تستوى كويس معاكي. طبعا زي ما احنا شايفين يا حبايبي، انا قطعت الخضار اللي عندي كله، وبعد كده يعني شلت السمك، سبته على جنب علشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا انا نزلت البطاطس لان عاوزاها تبقى في ارضية الصينية. طبعا التتبيلة بتاعتي هي عبارة عن الثوم اساس، والكمون طبعا. الثوم والكمون اهم حاجة، وعليهم كزبرة ناشفة مطحونة. والملح طبعا ده اساس كل اكلة. طبعا كل الحاجات دي خلطتها على بعضها. بدأت ان انا حطيت البطاطس في قلب الصينية، في الارضية الصينية كده زي ما احنا شفنا. وبعد كده بدأت ان انا يعني مسكت الخضار، دعكته كده بالتوابل اللي انا حطيتها، وبرضو هنعصر على كل ده ليمون. طبعا بعد كده طبعا بدأت ان انا رصيت السمك فوق كل الحاجات دي، واخدت اللي فضل المية اللي فضلت من الخضار بشوية صغيرين كده، حطيتهم على وش السمك. وبعد كده خلاص طبعا هنعصر كمان ليمون تاني. وبعد كده طبعا هنحط عليه زيت وهندخله على الفرن. طبعا يعني كل الفرن بتاعك متولع على درجة حرارة عالية. طبعا بيكون الفرن عندك عالي جدا من تحت.
وبرضو يعني هادي من فوق علشان يستوى كويس وما يتحرقش من فوق. وبعد كده طبعا كده خلاص بتكون الاكله بتاعتنا جاهزه على الاكل. بس زي ما قلت لكم اهم حاجه في السمك بالنسبه لنقع السمك بالطريقه اللي قلت لكم عليها دي علشان تشيل الزفاره يا حبايبي. دي اهم حاجه بالنسبه لنقع اي سمك. وبعد كده طبعا برضو التوابل اهم حاجه. طبعا التوابل اللي عندي زي ما قلت لكم كزبره ناشفه، كمون، الكمون بتاعي مشكل، طبعا بيبقى عليه كل حاجه حتى فلفل اسود. يعني انا عملت حطيت الكمون، حطيت كزبره ناشفه، حطيت ملح. برضو عاوزه تحط شويه شطه شويه بابريكا عادي، بس بصراحه انا ما حبيتش يعني اخليه حامي اكتر من كده علشان الولاد ما يبقاش يعني حراق كده وحامي عليهم، يعرفوا ياكلوا. برضو احنا في صيام، برضو ما تضايقيش حد في الاكل بتاعك وانت بتعمليه. لازم يحبوا الاكل كده يعني طبعا. وبالطريقه اللي احنا عملناها والله السمك فعلا كان جميل جدا. ريحته يعني جايبه اقول لك من اخر الدنيا، طعمه فعلا لذيذ خالص. بس اهم حاجه يعني تجيب السمكه الماكريل تكون الاصليه. طبعا عاوزين نعرف السمك الماكريل الاصلي اللي هو شكله ايه، يعني بيكون معانا شكله ايه. طبعا في انواع كتير قريبة من الماكريل، وحتى نفس الرسمة بتاعت السمكية زيها زي الماكريل، بس طبعا برضو بيختلف. طبعا الاختلاف يا حبايب قلبي بيكون طبعا السمكة الماكريل بتكون يعني من نص جسمها من تحت بتكون بيضة قوي قوي وبتلمع، يعني سبحان الله بيبقى فيها لمع وبياض كده فاقع، يعني بتحسيها فعلا انها حاجة يعني حاجة طازة فعلا، جاية كأنها لسه جاية من البحر حتى وهي متلجة. والرسمة بتاعتها من على الظهر بتبقى مخططة، الخطوط بتاعتها متساوية ولونها واضح، ما بتكونش مثلا الألوان مختلطة ببعضها. ده يعني معرفة السمك الماكريل الأصل، لأن فعلا في السوق بيبقى فيه أنواع كتير قوي متشابهة ليه، بس للأسف اللي ما يعرفوش ممكن يتغش فيه. طبعا لو مش البائع اللي بتجيبي منه يعني موثوق فيه 100%، طبعا وانت مش عارفاه أكيد هتتغش فيه وهتجيبي سمك على أساس ان هو ماكريل، بس مش هيكون كده خالص. زي ما قلتلكوا يعني بتبقى السمكة من بطنها كده بتبقى بياضة فيها خالص وفيها لمعة، ومن فوق الخطوط اللي بتبقى في الظهر بتبقى لونها يعني قرب على الكحل كده، بس ايه متساوي خالص، والسمكة كلها بتكون بتلمع. ده يا حبايبي معرفة السمك الماكريل الأصلي زي ما قلت لكم كده. خلاص كده بقى الفيديو بتاعنا خلص النهارده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه يا حبايب قلبي، وقولوا لنا رايكم عاوزين نعمل بث مباشر نطلع في البث نتكلم عن ايه. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه يا حبايب قلبي. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص، اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.